طبعا جالي منكم اسئله كتيره جدا بتسال على تجميعه تكون ب 10000 جنيه. انا النهارده جايب لكم تجميعه مش ب 10000 جنيه ومش ب 9000 جنيه. تعالوا مع بعضنا نشوف ايه هي التجميعه. نخش على الانترو ونشوف التجميعه اللي معانا النهارده هتكون ايه. طبعا بالنسبه للفئه السعريه دي فكون ان انا اقول لك اشتري حاجه جديده ده اسمه كلام فاضي، لان يعني اقل حاجه ممكن نعملها بالنسبه للرايزن 5 3600 والبورده بتاعته البي 450 العاديه خالص دول لوحدهم ب 6000 جنيه. لسه ما جبناش رامات، ما جبناش ام دوت 2، ما جبناش كيس، ما جبناش باور، ما جبناش كارت شاشه، ما جبناش اي حاجه. ولكن في الفئه السعريه دي لازم نتجه للاستيراد. ابو كرتونه لازم نروح للاستيراد، هو الحل الوحيد في الفئه السعريه دي. بالنسبه للاستيراد فانا النهارده اخترت كيسه كويسه سعرها كويس، هنقدر نعمل فيها حاجات كويسه ونحط لها حاجات كويسه وهتدينا اللي احنا عايزينه في الاخر. بالنسبه للكيسه اللي انا اخترتها فهي الاتش بي الزد 240. الكيس ده اللي معانا النهارده طبعا هي الاتش بي الزد 240 الكور اي 5 الجيل السادس ال 5600. وخلي بالك من 5600 مش ال 5500، الفرق ما بينهم بسيط، ما تخليش حد يضحك عليك ومش مستاهل انك تدفع فيه فلوس كتير. ولكن هي كانت موجوده ببروسيسور ال 5600 فقلنا تمام الحمد لله زي الفل مفيش مشكله. اهم حاجه لما بنيجي نشتري كيسه استيراد خصوصا لو عايزين نعمل تجميع زي اللي هنعملها في الفيديو ده، اهم حاجه لازم تشتري كيس تكون واسعه، ما تكونش ضيقه مثلا زي كيسه الاتش بي الجي 5. لازم تكون الكيسه واسعه وكويسه، لازم يكون الباور سبلاي بتاع الكيسه كويس على الاقل ما يقلش عن 400 واط، عشان طبعا احنا مش هنحط عليه كارت بيسحب كتير، يعني بكتير وهنحط عليه كارت مثلا بيسحب 150 واط ولا حاجه، فطبعا لازم الباور سبلاي ما يكونش بيقل عن 400 واط. لازم تتشيك على الحاله العامه للجهاز، الجهاز نظيف، في البورده فيها اي مشاكل، فيها اي الحامات، وطبعا لازم تاخد على الكلام ده ضمان، مفيش اي مشاكل بالنسبه لنا، الكابلات بتاعتنا كامله، كابلات الباور سبلاي كامله. طبعا الكيس ده انا اشتريتها بمواصفات معينه وهقول لكم الاسعار في الاخر بالام دوت 2 عامله كام، ولكن انا اشتريت الكيسه دي فاضيه ما فيهاش غير البورده والبروسيسور والباور سبلاي والبادي كامل. بالنسبه للرامات طبعا احنا معانا اي 5 جيل سادس. بالنسبه للرامات في الفئه السعريه دي مش هنقل عن 16 جيجا. هنجيب 16 جيجا دي ازاي؟ هنشتري رامات استيراد عاديه خالص اللي بتردد 2600 اهي، رامات عاديه خالص هنشتري منها قطعتين. الرامه دي بتعمل لها من 400 ل 500 جنيه بالظبط، يعني رامتين هيكلموا في من 800 ل 1000 جنيه. ممكن تحاول تجيبهم لو تاجر كويس، ممكن تحاول تجيبهم بسعر مثلا متوسط الاثنين مع بعضهم مثلا يعملوا 900 جنيه ولا حاجه. هنشتري رامات 16 جيجا. طبعا التاجر اللي هيبيع لك الجهاز ده هيحاول يعرض عليك ان هو يبيع لك الام دوت 2 الصغير اللي بيركب على الجهاز ده الاستيراد. انا ما رشحش الام دوت 2، سرعات قرايته وكتابته مش كويسه. ممكن طبعا نشتري ام دوت 2 خارجي وده اللي انا رشحه ويكون بمساحه كويسه زي الام دوت 2 اللي احنا عارفينه وحافظينه، الليكسر الان ام 620 جديد بالضمان بتاعه عامل حوالي 950 ل 1000 جنيه على حسب المكان اللي هو موجود فيه. وخلي بالكم لان انتشاره في السوق بدا يقل، فاحنا طبعا هنركب لها ام 2 240 جيجا. اللي خلاني اختار الام 2 ده وانا بجمع التجميعه دي ان لقيت ان الاس اس دي الاستيراد ال 120 جيجا بيتباع ب 500 جنيه. طب ليه؟ خلاص يا عم انا طالما البورده عندي بتدعم الام دوت 2 هنشتري لها ام دوت 2 ان شاء الله، حتى نشتري مستعمل مش ازمه كبيره بالنسبه لنا. من الحاجات الكويسه في الكيسه دي انها بتدعم الام دوت 2 بكذا مقاس، بتدعم المقاسات الصغيره والمقاسات الكبيره. سامحوني انا مش اسمائهم مش حاضره في دماغي دلوقتي. طيب لما بنيجي نشتري كيسه استيراد واحنا بنتشيك على الكيسه، من الحاجات المهمه جدا اللي لازم ندور فيها لازم تفك المبرد، وحاول تتاكد ان المبرد اللي راكب على البورد عندك مبرد كويس ومبرد قوي، ما يكونش مبرد ضعيف وما يكونش مبرد استيراد متغير مثلا او حاجه زي كده. انا وانا بشتري الجهاز ده لما فكيته عشان ابص عليه وفكيت المراوح دي كده انا كنت هغير له معجون تبريد، بس لما فكيت المراوح دي عشان ابص على حاله الجهاز ده من جوه حاله البروسيسور اتفاجئت بحاجه مهمه اوعاك تغلط فيها وانت بتشتري كيسه استيراد. خلي بالك هتفك الهيت سينك طبعا. من الحاجات المهمه جدا وانت بتشيك على الكيس انك انت تبص على حاله البروسيسور. خلي بالك من الكارثه الكبيره اللي اكتشفتها دي، كيس الاستيراد يا جماعه زي ما انتم شايفين البروسيسور معلهوش معجون تبريد، مفيش معجون تبريد، هو شويه معجون تبريد على الهيت سينك ناشف قديم وحش جدا، ويقول لك اصل ده المعجون بتاع الخواجه بتاع الشركه. لا الكلام ده مش منطقي، الهيت سينك ده اساسا متغير، ده مش الهيت سينك اللي بينزل مع الكيسه دي من شركتها. فلازم تتاكد ان البروسيسور سليم وتغير له المعجون بتاعه بمعجون كويس انت واثق فيه. انا بالنسبه لي النهارده هبتدي انضف الهيت سينك ده كويس جدا، هبتدي انضف البروسيسور ده كويس جدا، وهحط له معجون تبريد من عندي هنتكلم عليه دلوقتي. انا هنا مثلا نضفت الهيت سينك كويس جدا اهو، هتاكد ان المعالج نظيف تمام مفيش فيه اي مشكله. بعد ما نضفنا الهيت سينك كويس اهو
ونضفنا البروسيسور وتاكدنا ان كل حاجه كويسه ما فيهاش مشكله، وتاكدنا ان كل حاجه كويسه ما فيهاش مشكله، هنبتدي نحط له معجون تبريد. خلي بالك ان انت مش ملزم تعمل اللي انا عملته، انت ملزم تخلي التاجر يحط لك معجون تبريد كويس. وخلي بالك ان البروسيسور الجيل السادس برضه مش سفاح حراره الى حد ما، مش سفاح طاقه، فمش محتاج معجون نضيف جدا. ولكن انا في الاساس عندي معجون تبريد الزجماتيك الثيرمال كيلر اس، ده انا كنت جايبه لل 12400 اف لما كنت غيرت البندل بتاعتي. معجون ممتاز جدا يعني، مع ال 12400 اف انا مش لاقي معاه مشاكل، فاكيد بالنسبه لي البروسيسور ده هيكون لعب عيال. طبعا في الاجيال القديمه بحكم انها مربعه فاحنا مش هنحتاج نفرد المعجون ولا نعمل الكلام ده كله، احنا هنكتفي بان احنا هنحط نقطه معجون واحده بس في النص هنا متوسطه الحجم، وهنحط عليه الهيت سينك ونربطه كويس عشان يكبس عليه ويفرد المعجون بشكل كويس. بسم الله. هنبتدي نسمي الله ونحط الهيت سينك بتاعنا. اهم حاجه نتاكد من توجيه الهيت سينك. غالبا كل الكيس الاستيراد بتقدر توجه الهيت سينك عن طريق الفيشه بتاعته او عن طريق السوكت بتاعه اللي بيركب على البورده، هتلاقي دايما هتوجهه دايما يكون ناحيه السوكت السي بي يو فان على البورده. هنسمي الله ونبتدي. طبعا اتعلمنا ان احنا واحنا بنربط اي معالج مسمارين عكس مسمارين، عشان لو انت حبيت تعمل صيانه للجهاز بتاعك وتغير له معجون تبريد بعد فتره، نربط اول مسمارين عكس بعض. لما يبتدوا يمسكوا ونلاقيهم مسكوا نبتدي نشبط المسمارين التانيين. الحركه دي بتساعد في ان المعجون يتفرد كويس على المعالج ويغطي اكبر كميه ممكنه منه. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده نوع المعالج هو اللي هيحكم علينا، لو المعالج اقوى من كده او حرارته بتبقى اشد من كده هنحتاج نحط له معجون بطريقه مختلفه، ولازم نتاكد من توزيعه بطريقه مختلفه. هنبتدي نربط المسامير كلها بعد ما شبطناها عكس بعضيها كلها على الاخر، ونتاكد ان الهيت سينك مكبوس كويس. نرجع تاني نوصل السوكت بتاع السي بي يو فان او مروحه المعالج عشان تبقى شغاله كويس وما تديناش ايرورز. هنبتدي برضو واحنا موجودين هنا هنركب الام دوت 2 اللي موجود معانا. طبعا بعد ما ركبنا الام دوت 2 في مكانه وركبنا عليه البراكب بتاعته اتاكدنا ان هو ثابت كويس جدا. نجيب بقى اهم حاجه في تجميعه النهارده. كده احنا اتكلمنا عن المعالج، نوع البورده، الام دوت 2، الرامات. فاضل ايه اكيد في تجميعه زي دي؟ فاضل كارت الشاشه. بالنسبه لكارت الشاشه قعدت ادور، اكتشفت حاجات غريبه قوي في الاسعار. في كروت اسعارها مش منطقيه. وقع الاختيار في النهايه على الكارت ده الار اكس 570، كارت بيجي ب 4 جيجا رام من نوع جي دي دي ار 5. اخترت الكارت ده ليه؟ لانه هو ببساطه ارخص من ال 1050 تي اي، بيقدم اداء احسن منه حسب البنش ماركس اللي انا شفتها وحسب ما انا جربته قبل كده. انا كان معايا قبل كده الار اكس 580، كان كارت كويس جدا بس الحمد لله كنت شاري منه نسخه محترمه، فانا متاكد ان ال 570 هيقدم اداء كويس. وانا كمان شفت له شويه مقارنات وشويه تجارب اداء قبل ما اشتريه. طبعا شراء الكارت ده كان موضوع لوحده، خد له بتاع 3 4 ساعات ولا حاجه. هعمل لكم ان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي اللي هينزل لكم ان ازاي نشتري كارت استيراد مستعمل او كارت مستعمل بشكل عام. الكارت ده زي ما قلنا بيجي ب 4 جيجا بايت جي دي دي ار 5 بس، يعني مش هيدينا اكتر من كده. الكارت حالته ما شاء الله كانت كويسه جدا. سؤال مهم جدا هيطرح نفسه وهنتكلم عليه دلوقتي. الكارت ده بيجي ب 8 بن باور، بيحتاج كابل باور 8 بن. الكيسه اللي معانا كابل باور فيها 6 بن. خلي بالك التاجر هيقول لك عادي هيشتغل يا باشا ومفيش فيه اي مشكله، ما تسمعش الكلام ده. انا لما دورت وسالت وبحثت على النت، كابل 6 بن هيديله باور بس مش هياخد الاداء الكافي بتاعه، مش هياخد حد الطاقه الاجمالي بتاعه. عشان كده بكل بساطه تطلع تدور على اي محل تاني وتشتري منه الكابل اللي انا هوريه لك ده. ده كابل اسمه ساتا ل 8 بن. خلي بالك عشان في منه انواع كتير، في منه حاجات مضروبه، في منه حاجات كويسه. حاول تدور على محل كويس تشتري منه، تكون سلوك الكارت تقيله عشان تستحمل الطاقه اللي هيسحبها. في من الكابل ده واحد ساتا، واحد بس ساتا ل 8 بن. لا، في اي كارت شاشه هتشتريه اشتري 2 ساتا ل 8 بن عشان تتاكد اولا ان السلوك ما تضغطش جامد وما تسخنش وما لا قدر الله ما تسحش، وفي نفس الوقت تضمن نقل كميه طاقه كافيه. انا لما دورت لقيت ان الكابل الواحد من الساتا يقدر يسحب حوالي حاجه و50 واط، اتنين هيقدروا يسحبوا لي 100 وشويه واط. ولكن لو باور سبلاي كويس، لو الباور سبلاي كويس حط تحت دي 100 خط، هيقدر يسحب للكارت اللي هو محتاجه. اهم حاجه تتابع حراره السلوك وانت بتعمل تجارب الاداء في الاول، تاكد السلوك ما بتسخنش عشان لا قدر الله ما يحصلش عندك مشكله بعد كده. على فكره انا زمان لما كان عندي كارت 750 تي اي كان الكارت ده برده سحب الطاقه بتاعته في حدود ال 120 واط تقريبا، كان شغال بواحده بس ساتا، الواحده بس 8 بن او 6 بن والله مش متذكر. والكارت على فكره كنت بطحنه وكان شغال زي الفل، وبالعكس كان كابل خامته اردق من ده بكتير جدا. يلا نجمع الحاجات دي كلها مع بعضيها في الكيس
ونبتدي نجرب مع بعضنا ونسمي الله ونشغل الجهاز. طبعا كاس الاستيراد في المجمل عاده بتيجي بباور سبلاي بيبقى 18 بلس بلاتينم، اضعف الايمان هيجي لك جولد. طبعا زي ما احنا شايفين الكيسه اللي معانا اهو بيجي فيها كيبل ال6 بن، ده جاي من باور سبلاي على طول، ده بلاش هنركنه دلوقتي. طبعا احنا كنا ركبنا الام دوت 2 بتاعنا، هنركن كابل ال6 بن دلوقتي. هنبتدي ناخد الكابل الجديد اللي معانا، هناخد له وصلتين ساتا. كاس الاستيراد في الغالب والباورات سبلاي كويسه كلها بتبقى غرقانه كابلات ساتا. ده خط مثلا في كابل ساتا وفي كابل الباور القديم اللي هو الاربع مداخل اللي احنا عارفينه، هنسيبه عشان ده لو ركبنا هارد ولا حاجه هندور هنلاقي في كابل تاني اهو في 3 ساتا فوق بعض. هناخد واحنا قريبين من الباور سبلاي كده، نحاول نقرب من الباور سبلاي. هناخد ادي واحد بسم الله، وادي التاني. يبقى احنا بشكل مبدئي خلصنا من موضوع ال8 بن. هنركب كارت الشاشه. طبعا كل كيسه استيراد ليها طريقه في فك البراكتس بتاعتها. هنجيب كارت الشاشه اهو، نتاكد بس ان البي سي اي نضيف لو محتاج مسحه ولا حاجه، ونسمي الله ونركبه. بسم الله. تمام، دخل في مكانه مظبوط. نبتدي نقفل عليه. كارت كمان كويس شايل نفسه ماسك جامد. نبتدي نوصل له كيبل او الكابل ال8 بن بتاعه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده احنا شبه جاهزين. الام دوت 2 راكب، هنركب بقى الرامات. طبعا البروسيسور ده بيدعم الديوال تشانل، فدايما ودي بتبقى ميزه موجوده في معظم الاجهزه، انك بتلاقي ان كل تشانلز او كل 2 تشانلز متلونين بلون مختلف. طبعا احنا مثلا هنختار الابيض، هناخد الثاني والرابع. انا اخترت رامات لو بروفايل في الموضوع ده لان احنا مش هنحتاج، او غالبا المعالج مش هيكون بيدعم ال 3200 ميجا هرتز، فاحنا هيكون اخره 2600 او 2166 لسه هنشوف ان شاء الله. طبعا كده كل حاجه في مكانها. هنتنقل مع بعضينا ان شاء الله للسيت اب بتاعنا بعد ما نحمل له ويندوز ونظبط له كل البرامج والتعريفات بتاعته ونتاكد ان كل حاجه مظبوطه، ونحط عليه الالعاب ونبتدي سوا في تجارب الاداء ان شاء الله. وبعد ما خلصنا وسطبنا الويندوز بتاعنا وعملنا التعريفات والبرامج بتاعتنا كلها كامله، ده البروسيسور بتاعنا الاي 5 ال 6600. البروسيسور ده عندنا تي دي بي بتاعه حوالي 65 واط. البروسيسور بيجي ب4 كور و4 ثريد مع دعم الرامات الدي دي ار 3 ودي دي ار 4 وتردد لحد 2133 ميجا هرتز. بالنسبه لاقصى طاقه المعالج سحبها كانت حوالي 60 واط تقريبا، واقصى درجه حراره وصل لها كانت 52، وده درجه حراره كويسه جدا بالنسبه للستوك كولر اللي موجود فيه، لان هو عباره عن 2 بايب بس نحاس. بالنسبه لاقصى درجه حراره الكارت وصل لها فهي كانت 72 درجه، وده كويس جدا بالنسبه لكروت اي ام دي لانها ما بتتقارنش بكروت نيفيديا في موضوع درجات الحراره، وبرده الكارت قديم وده برده يعني يشفع له شويه. ودي من الحاجات المهمه اللي لازم ناخد بالنا منها واحنا بنعمل تشيك على اي كارت جديد، ان لازم نعرف الاوفر هيتنج بتاع الكارت اخره كام وبيوصل لحد فين، وده ان شاء الله هيكون في الفيديو الجاي اللي هنعمله عن ازاي نشتري كروت استيراد او كروت مستعمله. بالنسبه بقى لاختبارات الالعاب، كل الالعاب اللي هنجربها النهارده هتبقى على دقه ال 1080 فول اتش دي. بالنسبه للعبه جوست رانر فهي على ايبك كانت بتجيب 70 فريم، وعلى اعدادات ميديوم كانت بتجيب لحد 105 فريم. بالنسبه للعبه انشارتد 4 كان الشدر بتاعها لسه بيحمل، وكنت بجربها على مشهد وهي في البحر، كانت جايبه لي على الالترا 40 فريم، على الميديوم كانت جايبه 50 فريم، ولما شغلنا الاف اس ار كانت جايبه 70 فريم. بالنسبه للعبه نيد فور سبيد هيت فهي على الالترا كانت جايبه 50 فريم، على الميديوم كانت جايبه 60 فريم. بالنسبه للعبه جي تي اي في فهي على الميديوم كانت جايبه 83 فريم، وعلى الالترا كانت جايبه 35 فريم. بالنسبه للعبه بيس 21 على اقصى اعدادات فيها، ودي معلومه ناس كتير ما تعرفهاش، لا لعبه بيس ليها اعدادات عادي وممكن ترفع منها الدقه بتاعتها، على اقصى اعدادات ليها كانت جايبه 130 فريم. بالنسبه لعبه هورايزن فوربيدن ويست فهي على اعدادات ميديم مع الاف اس ار على البالانسد كانت جايبه 35 فريم، على الالترا اللعبه ما كانتش ممكن تتلعب خالص، كان الموضوع صعب جدا. بالنسبه بقى لعبه هورايزن زيرو دون فهي على اعدادات الالترا كانت جايبه 50 فريم، وعلى اعدادات الميديم كانت جايبه 70 فريم. بالنسبه بقى لعبه جاست كوز 3 فهي كانت على اعدادات الالترا جايبه من 60 ل 70 فريم، وعلى اعدادات الميديم كانت جايبه 100 فريم. دي كده تجارب الالعاب بتاعه التجميعه دي، انا شايف انها تجميعه ممتازه جدا، كون انها قادره تشغل لعبه زي هورايزن فوربيدن ويست، لعبه لسه نازله لسه تعتبر جديده، اي نعم مشغلاها على 35 ل 40 فريم بس مش مشكله، كانت مشغلاها وكنت قادر العب عليها، فدي كانت حاجه ممتازه جدا. بالنسبه بقى لاسعار التجميعه دي فهي كانت كالاتي: بالنسبه للكيس برامات 8 فهي كانت عامله 4200 جنيه. بالنسبه للام دوت 2 فهو كان جديد بالضمان كان عامل 950 جنيه، لكن طبعا انت ممكن تجيب اس اس دي ب 500 جنيه هيقضي الغرض ومفيش مشكله فيه. بالنسبه للرامه 8 جيجا فهي كانت عامله 500 جنيه وموجوده في اماكن ب 400 جنيه. بالنسبه لكارت الشاشه
فهو كان عامل 2900 جنيه، والكابل ال2 ساتا لل8 بن كان ب 100 جنيه. يبقى كده كان اجمالي التجميعه دي كلها 8200 جنيه. بشكرك جدا ان انت تابعتني، يا رب يكون الفيديو عجبك، ومستني رايك في الكومنتات، وما تنسوش تصلي على النبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.